جاكس شخص متلاعب عديم الإحساس وسادي، لكن الحقيقة إنه ورا كل نكتة قاسية بنلاقي حقيقة مأساوية جدا. وبعد ما عرفنا هو عمل إيه في أصحابه، كتير شايفين إنه كان يستحق نهايته المأساوية، وفي ناس تانية اتدمرت تماما. بس يا ترى أنت فعلا عارف ليه جاكس كان كده؟ إيه الصدمات والمآسي اللي اضطر يعيشها علشان يبقى قاسي بالشكل ده؟ من أول ما عرفنا جاكس شفنا إنه عنده صفات مميزة جداً. هو فقد الأمل تماماً في إنه يلاقي مخرج، وبيستغل الناس عشان يسخر منهم، ساخر جداً، ويبان عليه إنه ما عندوش تعاطف مع أي حاجة. بس اللي محدش فاهمه إن جاكس كان في المرحلة قبل الأخيرة من حالة التجريد، لأن هدف جاكس ما كانش بس إنه يكون المتنمر بتاع المجموعة. هو فهم بأقصى طريقة إن لو مفيش حاجة تهمك مفيش حاجة تقدر تكسرك. جاكس بيستخدم حسه الساخر والقاسي كطريقة بسيطة يحمي بيها نفسه، وفي الحقيقة الموضوع مش بس عن الإساءة، عنده طرق كتير مدمرة عشان ما يتأذيش، وجيه الوقت نحلل كل واحدة فيهم. نبدأ بحس الفكاهة الساخر والمرير اللي جاكس بيتعامل بيه مع الناس التانية. لما كوفمو يدخل في حالة التجريد الكل بيقلق إلا جاكس، حتى إنه بيقول تعليقات جارحة جدا زي إنه كوفمو أحسن من أي وقت فات. عامل إيه كوزمو؟ لأ. عامل إيه كوفمو؟ لا هو كويس جدا. في الحقيقة أظن إني عمري ما شفته سعيد كده قبل كده. كمان طلب مني أديك ده. النوع ده من التعليقات بيعكس بس نقص التعاطف اللي أرنبنا البنفسجي عايز يبينه. كسروا قناع الكوميديا بتاعي. طيب يا كين، هنعمل مغامرة للوفدة الجديدة ولا إيه؟ هو بيستغل معاناة جانجل عشان يوريها إن الدنيا ممكن تبقى أسوأ من كده، وبرضه مفيش حاجة تستاهل تهتم بيها. وبعدين عندنا الجزء اللي فيه جاكس بيكون قاسي عن قصد، بيرمي بومني في الشاحنة لمجرد إنه شايف ده مسلي، من غير ما ياخد في اعتباره إن بومني جديدة وبتحس بالألم ولسه محتارة من اللي بيحصل حواليها. يا جماعة، يمكن أنا ما سبتش الباب مفتوح على الفاضي. إيه؟ كنت فاكرة إنه مات. أنتي سبتي الباب مفتوح؟ استني شوية، أنتي عملتي إيه بالظبط؟ طيب كان شرف ليا أساعدكم. أشوفكم بعدين. باي. ساب وحش الحلوى يدخل. لما كانت المغامرة خلاص خلصت، جاكس رجع بس عشان يدي فرصة لوحش الحلوى ويأكد قد إيه الألم والمعاناة ممتعين بالنسبة له. ولما بيتعاون مع بومني في كتير من الأحيان بيتلاعب بيها عشان تتخطى حدود خطيرة من غير ما يهتم برأيها. لكن واحدة من أكتر التصرفات السامة عند جاكس إنه حتى مش بيحس بالذنب. في كتير من المشاهد دي عمره ما بيعتذر، بالعكس بيستخدم الابتزاز كوسيلة للسيطرة العاطفية. اعمل كده وإلا هقول لرجاثة عن رسوماتك. وكل مرة بيخلي جانجل تبكي بيتصرف كأنه بيعملها خدمة، لما يوريها قد إيه الدنيا ممكن تكون قاسية وإنها لازم تتعود. ده ليه علاقة بالسلوك اللي جاي؟ استفزاز مستمر. جاكس بيحب يعمل فوضى لدرجة إنه بيدمر وبيزعزع استقرار اللي حواليه. دايماً بيعارض الكل وبيضيع أي أمل باقي عندهم. لما جاكس سأل بومني إذا كانت فعلاً شايفة إن جانجل ممكن تكون سعيدة، هو ما عملش كده عشان يضايق جانجل أكتر. أنت فعلاً شايفة إن جانجل ممكن تكون سعيدة يا بومني؟ يعني مهما عملت قناع الكوميديا بتاعها دايماً بيتكسر. أنت شايفة لما تتقرب من سوبول هيتصلح الموضوع بالسحر يعني؟ كنتي فاكرة إنك مش فارق معاكي الناس بتفكر فيكي إزاي؟ هو بس لا أكيد مش فارق معايا، ده حقيقي. بكده جاكس كان بس عايز يختبر قد إيه لسه في تفاؤل عند بومني. والحاجة المثيرة للاهتمام إن جاكس دايماً بيستفز وبيهاجم راجاثا بطريقة سادية جداً، وهشرح لكم بعدين ليه. وأخيراً عندنا عدم الاهتمام واللامبالاة اللي جاكس بيظهرها للناس التانية تجاه ألمهم. لما بومني وصلت للسيرك، جاكس مهتمش خالص يخليها تحس بالراحة. استغل حالة القلق الشديدة اللي كانت فيها بومني علشان يزيد الإحساس ده أكتر، وقال لها كل الحاجات البشعة اللي مستنياها. لو كان في طريقة نخرج بيها أظن كنا خرجنا من زمان. ودلوقتي بسألكم، فعلا شايفين إن جاكس بيستمتع وهو بيعمل كده؟ فعلا هو شرير؟ الإجابة المختصرة أيوة هو شرير، بس مش لأنه اختار يكون كده، هو ببساطة ما كانش عنده اختيار تاني. بس ساعتها الشر ده كله جه منين؟ عشان نعرف لازم نحلل وصول جاكس للسيرك الرقمي.
لما اتسجن مع الباقيين، جاكس ما كانش الأرنب السايكوباتي اللي الكل بيكرهه. بالعكس، كان شخصية حساسة جدا وسهل جدا يصاحب الناس، لدرجة إنه قدر يكون صداقة قوية مع كوثمو وريبت. والغريب إن راجثا كمان حاولت تكون صاحبته. حد فعلا شرير مش ممكن يقدر يخلق حاجة مميزة زي اللي كان بين جاكس وكوثمو وريبت. الصداقة مع الاتنين دول كانت جزء بس من اللي خلاها تقرر إنه ما يستحقش يكون صاحب أي حد. وهي أخدت القرار ده بالظبط لما قررت توري ريبت أكتر جزء ضعيف فيه. جاكس فعلا كان عنده محادثة حقيقية معاها، وراها نقطة ضعفه، وبالنسبة لأرنبنا إنه يوري ضعفه ده غلطة كبيرة. هنا بنلاحظ إن دي مش أصل المشكلة، جاكس كان عنده الفكرة دي أصلا قبل ما يدخل السيرك الرقمي، وده بيخلينا نفكر إن لازم حصل له حاجة فظيعة جدا عشان يفقد الأمل والثقة في البشرية. جاكس شخصية عميقة جدا لأن مشاكله ما بدأتش في السيرك. في المكان ده كل حاجة بس اتضخمت، واضطر ياخد الطريق اللي هيساعده يعيش حتى لو كان هيأذي ناس تانية. ولما نعرف قصته هنفهم ليه جاكس اختار يبقى وحش. جوه القصة البشرية للأرنب بتاعنا كتير اتلمح لينا إن في حد قريب منه كان دايما بيتريق عليه. في الحلقة 9 عرفنا إن الشخص اللي جرح جاكس جامد كان أمه نفسها. إحنا مش عارفين بالظبط ليه كانت التريقة دي، بس الذكرى اللي كان بيعذبوا بيها كين كشفت لنا الإجابة. شفنا جاكس خايف جدا على الأرض، وحواليه مجموعة كبيرة من الظلال بتتريق عليه. وسط الظلال دي بنشوف كذا شخصية من السيرك الرقمي، لكن كمان بنشوف واحدة من الظلال دي بتقطع جزء من هدومه وبتسيبه مكشوف تماما. بس ايه المعنى الحقيقي للمشهد ده؟ المشهد ده بيعكس أكتر من مجرد خوف بسيط. ده هو المشكلة الحقيقية اللي جاكس بيواجهها، ولازم نفتكر إن جوس ووركس نفسها لمحت إن شخصية جاكس ترانس. لو أخدنا الفكرة دي في الاعتبار كل حاجة هتبقى منطقية جدا. السخرية اللي جوه عذاب كين بتمثل عدم تقبل والدته لفكرة تغييره لجنسه، ولما الظلال بتسيبه مكشوف تماما، كأنهم بيقولوا لنا إن جاكس مش هو اللي بيقول إنه هو. وجاكس مرعوب إن الناس التانية تكتشفه بسبب الطريقة اللي والدته اتصرفت بيها. ويمكن ما فهمتوش ليه ريبيت حطت فيونكة لجاكس بعد كلامهم مع بعض، وأرنبنا في الآخر اتكسف. جاكس اعترف بكل حاجة لريبت في الليلة دي. هناك هو كشف لريبت هو مين فعلا، والفيونكة اللي على راس جاكس كانت بس طريقة لطيفة من ريبت عشان تقوله ما تقلقش وإنها عارفة هو بيتكلم عن إيه. بس الأسوأ إن جاكس محبش يستنى ريبيت تسخر منه، وعشان كده خلى الكلام كله كأنه حاجة تافهة، وبعدها قال إن ده كله كان اختراع منه. أنت بتتكلم عن... أنا كذبت عليك، أنت كنت عارف صح؟ أنا جبت كل ده من فان فيك على واتباد، قريته مرة. لا بجد صدقتني؟ طيب مين هو جاكس بجد؟ جاكس هو شاب عنده 25 سنة اسمه ليروي ماثيو. على اللي نعرفه لحد دلوقتي هو اتربى وهو حاسس إنه محبوس في جسم مش مرتاح فيه. لما قرر يفتح قلبه لأمه ويحكي لها اللي بيحصل معاه، هي ردت عليه بسخرية: إزاي ابنها عايز يبقى بنت؟ كل السخرية المستمرة دي من هويته خلت عنده رفض تام للناس التانية، لأن بصراحة أكتر حد المفروض يدعمك خذلك وسبك ضعيف. وده اللحظة اللي ليروي قرر فيها إنه عمره ما هيثق في حد ولا هيحكي لحد عن اللي بيحصل له. بس لما تعب من إنه مش قادر يكون حر، بدأ يوجه كرهه وإحباطه للشخص الوحيد اللي كان بيزود غضبه، أمه. وفي يوم من الأيام دفعها بقوة لدرجة إنها فقدت وعيها ووقعت على الأرض، وساعتها جاكس اضطر يجري بأقصى سرعة يقدر عليها. لما ليروي وصل للسيرك ودلوقتي اسمه جاكس، كان جاي وهو شايل معاه مشاكل كتير لسه محلهاش: عدم معرفته هو مين، وعدم فهم الناس ليه، وصراعه مع هويته، وعدم ثقته في أي حد. غالباً لما وصل كان عنده أمل إن كل حاجة هناك ممكن تبقى مختلفة. حاول يتأقلم وصاحب ريبيت وكوفمو، وكل حاجة كانت ماشية كويس جداً. بس جاكس عمره ما كان متوقع إن حد قريب منه يبدأ يهتم بيه أكتر من اللازم،
والحقيقة إن ريبيت ليه دور كبير جدا في تطور شخصية جاكس القاسية. ريبيت بدأ يقع في حب جاكس، وده كان بالنسبة لأرنبنا حاجة ما قدرش يقبلها، لأنه حتى ما قدرش يفهم نفسه أو يقبلها، وأكيد ما قدرش يحب نفسه. فلو هو ما كانش بيحب نفسه، إزاي هيقدر يحب حد تاني؟ واهتمام ريبيت هو اللي قلب حياة جاكس تاني. هو ما كانش جاهز لحاجة عميقة زي دي. كل حاجة خرجت عن السيطرة في الليلة اللي اعترف فيها الرابت هو مين فعلا وإيه اللي عمله الوحش في أمه. غلطة كبيرة، أو على الأقل ده كان آخر حاجة فكر فيها وهو لسه بني آدم قبل السيرك الرقمي. جاكس كان متوقع من ريبيت في اللحظة دي إنه يسخر منه زي ما كل الناس عملوا في حياته وهو بني آدم. هو ما فهمش إن ريبيت كانت بس بتتصرف كصديقة حقيقية، وعشان كده خد قرار كان هيحميه، بس القرار ده غير مصيرهم هما الاتنين تماما. هنا بتيجي اللحظة اللي بسببها الكل بيكره جاكس. بعد الحوار ده جاكس بدأ يتصرف ببرود ومسافة مع صاحبته ريبت، بس عشان يتجنب إنها تسأله أكتر ويتجنب إنه يقول أكتر عن نفسه. كان بيهزر معاها هزار تقيل، وبدأ يرد عليها بسخرية، وتجنب بأي طريقة إنه يتكلم عن الموضوع ده تاني مع ريبيت. ده سبب ارتباك كبير لريبت، وجاكس لاحظ ده واستغل نقطة الضعف دي عشان يدفع ريبت للتجريد. الأسوأ إن جاكس كان دايماً عارف إن ريبيت ممكن تدخل في حالة التجريد بسبب الأسلوب الجارح والقاسي اللي كان بيتعامل بيه معاها، ومع كده موقفش. فضل يبعدها عن كل حاجة لحد ما ريبيت ما قدرتش تتحمل الأذى النفسي ده أكتر، وفي الآخر انهارت. دي كانت اللحظة اللي فيها جاكس الكويس مات رسمياً، وهو كان عارف كده. هنا اتولدت فلسفة جاكس: لو مفيش حاجة تهمك مفيش حاجة تقدر تكسرك. هو أدرك قد إيه كان مهم لريفت وإزاي انتهى الموضوع، علشان كده ما كانش ينفع يبقى صاحب حد، وما كانش ينفع يحب حد. ساعتها قرر يتصرف كأن مفيش حاجة تفرق معاه. هو كان في عالم رقمي، حتى ما كانش عارف إذا كانوا حقيقيين ولا لأ، أو إذا كان في مخرج. طيب إيه المشكلة لو جرح وتسلى مع الكل طالما مفيش عواقب؟ والحكاية دي يا صحابي طريقة تفكير خطيرة جدا، لأن في اللحظة اللي جاكس قرر يفكر كده مبقاش فيه حدود، وعشان كده من اللحظة دي قرر ياخد السيطرة على الباقيين، يتلاعب بيهم، يستهزئ بيهم، يبقى قاسي ويبعد عن الكل أكتر وأكتر، لحد ما جه يوم تجريد كوفمو. الخسارة دي كانت آخر قطعة خلت جاكس يبقى هو اللي بعد كده. وفاكرين لما قلتلكوا إن جاكس كان الوحيد اللي باين عليه مش فارق معاه الوضع ده؟ ريبيت كان مجرد آلية دفاع. جاكس اضطر يتجاهله عشان ما يحسش بالألم قوي وما يشيلش نفس الذنب زي ما حصل مع ريفت، لأن زي ما فاكرين لو مفيش حاجة ليها قيمة مفيش حاجة تقدر تدمرك. فجاكس بدأ يطلع غضبه على كل حاجة، وكان بيستمتع أكتر لما يشوف جانجل ضعيفة عاطفياً ويدمرها أكتر، لأن جانجل كانت تذكير شخصي لجاكس عن الحاجات اللي ما ينفعش يعملها، عشان كده كان بيكرهها قوي. مع راجاثا الموضوع كان مختلف. هي حاولت كتير تقرب وتتكلم مع جاكس، بس بعد اللي حصل مع ريبيت ما كانش ممكن يبقى صاحبها. راجاثا بتمثل كل حاجة جاكس مش عايز يعترف بيها، لأن راجاثا بتهمها الناس التانية وبتحاول دايما تخلي الكل متجمعين وبيحبوا بعض. بس ده في دماغ جاكس مش موجود، ومش المفروض يبقى موجود، ومش ممكن أبدا يقبل، لأن لو جاكس تقبل ده هيضطر كمان يتقبل المعاناة وكل مشاكله النفسية، وهيضطر يتقبل إنه دمر ريبيت وكوفمو ونفسه كمان. فلما بومني وصلت للسيرك جاكس شافها كطريقة جديدة يهرب بيها من واقعه، وعمل معاها نفس اللي كان بيعمله مع الباقيين بالظبط. بس اللي جاكس ما كانش متوقعه إن بومني هتكون واحدة من أكتر الشخصيات اللي عندها قوة تحمل نفسية، وعرف ده من أول لحظة ظهرت فيها بومني في السيرك. اختبرها في مواقف كتير جوه مغامرة الترحيب، لكن بومني ما كانتش بتتفاعل زي باقي الشخصيات. هي ما كانتش بتتأثر بتعليقات أرنبنا زي ما كانت بتأثر على راجاثا، جانجل أو حتى زوبل. كل العلاقة اللي شفناها بين بومني وجاكس كانت من أكتر العلاقات الحقيقية في السيرك.
بوميني فضلت تقرب من جاكس رغم إنه كان مش مهتم. فضلت تلح عليه وما استسلمتش أبدا. حتى لما بقوا مع بعض جاكس قدر يلاحظ إنه لسه يقدر ينبسط ويكون نفسه مع بوميني. بس زي ما شفنا مع علاقاته اللي فاتت ده كان مرعب جدا بالنسبة له، عشان كده عمل معاها نفس اللي عمله مع ريبت بالظبط، أهانها وخلاها تحس إنها غبية عشان عرضت عليه صداقتها. الفرق بين ريبت وبوميني إن بوميني واجهته وقالت له الحقيقة في وشه. في نقاشهم جاكس كان عاجز تماما، وأكتر حاجة حقيقية قالها كانت أنا مش حاجة تانية، يعني خلاص بطل تدور. بوميني فعلا كان عنده أمل إنه يقدر ينقذه، وكان شيء مؤسف إنه وصل متأخر جدا. جاكس كان فعلا أخد قراره من الليلة اللي اتكلم فيها مع ريبيت. كان مجرد مسألة وقت قبل ما ينتهي بيه الحال للتجرد. كل الندم ده رجع تاني لجاكس بسبب بوميني. هي كانت ممكن تبقى ريبيت، عشان كده جاكس قال لها إن كل حاجة كانت أحسن قبل ما هي وزوبل يوصلوا. جاكس عمره ما كان عايز يعترف إنه كمان كان مهتم بريبيت، والأسوأ من كده إنه عمره ما قال لها وعمره ما قدر يعتذر. ولما الكل بدأوا يشككوا في الخروج ويحاولوا يعرفوا أكتر من كينجر، جاكس اتصرف بالطريقة دي لأنه كان على وشك يخسر المكان الوحيد اللي حاسس فيه بالأمان. يعني فوق كل اللحظات المأساوية اللي عاشها ولسه شايلها في ضميره، دلوقتي كمان لازم يحارب فكرة إنهم ولا حاجة، وإن فعلا مفيش حاجة ليها قيمة. وده شيء متناقض جدا، لأن جاكس كان دايما مخلص لفلسفته، عشان كده هو كان كده. بس في أعماقه كان فعلا مهتم وكان بيتأذى. في اللحظة دي عقل جاكس المضطرب جدا لقى نفسه في طريق مسدود، وده خلاه يعيش في سجن مزدوج. ودلوقتي ايه كان المخرج الوحيد ليه؟ بالظبط التجرد. بس الأسوأ إنه حتى في عقله ما قدرش يكون حر، وبوميني علمته إن فعلا مفيش حاجة ليها معنى أو قيمة، بس كل الوقت اللي قضاه محبوس كان ممكن يستغله عشان يخلي كل حاجة تستاهل. ومع كل ده نقدر نفهم معنى كل الجاكس اللي بنشوفهم في عقله. لما بوميني دخلت دماغ جاكس ما لقيتش جاكس الحقيقي، بتلاقي جاكس كتير قوي، ودول مش شخصيات مختلفة أو نسخ. كل الجاكس دول أقنعة كان بيستخدمها عشان يمثل إن مفيش حاجة فارقة معاه. بنلاقي الساخر والقاسي واللي بيستفز واللي بيمثل إن مفيش حاجة فارقة معاه. بس كمان بنلاقي جاكس مقيد بالسلاسل، وده كان بيمثل الجزء الحساس والضعيف اللي جاكس ما كانش عايز يبينه. البيانو بيمثل مشاعره، هو كان أسير لمشاعره الخاصة. جاكس في نسخة البنت بتمثل بس الجانب التهكمي والساخر وبتسخر من نفسه. وجاكس استخدم نسخ كتير من نفسه عشان يقدر يعيش في السيرك، لدرجة إنه في الآخر ضاع. وده اللي خلانا نشوف نهاية عقل مضطرب ومن غير أي دعم. محدش عارف إزاي يقرب فعلا من جاكس وهو لسه كان ممكن يتنقذ. بوميني وصلت، بس كان فاك الأوان على جاكس. أرنبنا ما كانش سايكو زي ما ناس كتير فاكرين. لو كان كده كانت القصة هتكون مختلفة تماما. بس قولولي انتوا رأيكم ايه في جاكس بعد اللي حصل ده؟ شايفين انه كان يستحق نهايته، ولا كنتوا هتدوله فرصة تانية لو في ايدكم؟